سخفتي على خبز الدار، الله الله بالصحة الصحة خاناتك ولا الوقت ما عندكش، خيتك أسماء خمت فيك وجابت لك أسرع وأسهل وأنجح خبز الدار يندار غير بالفوي في وقفة، وانتي حمرتي وجهك. صدقوني أنا كي نديرو يطير في دقيقته، يحسبوه بريوش على بالكم بخفيف خفيف وقطن، وزيد كي تاكليه يفوت وحده تقول حرير. المهم نقول لكم حبوباتي الوصفة هذه لازم تجربوها وما تراطوهاش. نقول لكم كذلك حبوبات نحبكم ونوص عليكم ننساش تصليوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونقول لكم حبوباتي معليش تضغطوا لي على زر لايك هكا باش تطلع لا فيديو تاعي ويشوفها اكبر عدد ممكن من المشاهدين فضلا وليس امرا. وهاي نبداو بسم الله مع بعضنا في المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه هنايا في غيسيبيون درت كاس من الحليب دافي مش بارد ومش سخون. عندي ملعقه كبيره من خميره الخبز، ملعقه كبيره حتى ل2 من السكر العادي، بياض بيضه. ونواصل الخلط ولا نخلطهم مع بعضهم. كيما تقدر ديري المكونات كامل مع بعضهم كيما انايا. هنايا درت ربع كاس من الزيت النباتي العادي. عندي كذلك تقريبا نص مغرف كبيره مش نص مغرف كامله، فايت ربع بشويه تاع الملح. المهم نخلط دوكا المقادير كامل مع بعضها مليح مليح، ونروح نشيح ولا نشف بالفارينه عفوا. كيما راكم تشوفوا ساهل سريع قلت لكم يندار في وقفه. هنايا بالنسبه للفارينه درت لي 2 كيسان ونص تاع الفارينه. في الاول درت 2 كيسان وشفت. وعندي نصف كيس خميره الحلويات بما يعادل 10 غرامات. نص كاس هنايا نضيفو تدريجيا، قلت لكم كلشي دات لي 2 كيسان ونص حتى نتحصل لا عجينه تكون مطاطيه ولا الاستيك. نخبطها غير شوي بالفوي من بعد دقيقه ولا وخلاص. ودوك تشوفوا يعني القوام المطلوب. من بعد انايا واش ندير نغطيها نخليها تخمر يا ربي ربع ساعه ولا 20 دقيقه ونرجع ليها. قلت لكم هذا الخبز ما يدي لا وقت لا جهد. حاجه خلاف نقول لكم حبوباتي برك لي اول مره تشاهد قناتي وصتفى فيديوهاتي ما تبخرينيش يا الغاليه ويا العزيز عليا من الضغط على زر لايك وكذلك زر المتابعه فضلا وليس امرا. اكيد راح تشوفي كل ما هو مميز وجديد. كيما شفتوا هنايا ضفت شويبك تاع ماء الزهر اللي نقول لكم اختياري تحبي تضيفيه تحبي لا. دوك برك نعت لكم القوام شوفوا العجينه كيفاش نتحصلوا عليها. دوك قلت لكم نغطيها نخليها تخمر ونرجع ليها. هنايا برك تنعت لكم في القوام كيفاش. برك دهنوها بشويه تاع زيت باش ما تلصقش معاكم هذا مكان. ودكا من بعد كي تخمر نجيب لها بلاطو اي نوع بلاطو عندك تحبي كاري تحبي مدور، يعني تحبي الخبزه تاعك ديريها مدوره ولا كاري كيما تحب. المهم ندهنوا هذاك البلاطو بالزيت ومام يدينا ندهنوهم بالزيت هكا باسكو العجينه هذه تلصق بزاف في اليد، دونك ديما نديرو الزيت باش ما تلصقش معانا، يعني الخدمه تجينا سهله وسريعه. نحاول دوك نبلاطي الخبزه تاعي قلت لكم نستعينوا فقط بالزيت. نسطحها ما تجيش رقيقه بزاف وما خشينه كذلك هكا باش من بعد يتنفخ معاكم ويجيكم خفيف بزاف بزاف كي القطن. المهم انايا دوكا ندهنها بصفار بيضه لانه البياض حطيناه في الخليط الاول والصفار اكيد خليناه للدهن. كيما شفتوا خبز اقتصادي يندار قلت لكم ليه ومام طون بنين بزاف بزاف. المهم انايا دوكا ندهنها بصفار بيض نزينها بالفرشيطه عادي. ديروا لها السينوج ولا كما يقولوا السانوج والجلجلانيه. انا ما عنديش هنايا سينوج درت لها غير جلجلانيه ولا درت له جلجلانيه وجاني روعه. المهم انايا ندهن نزينها ونرجع لكم.
انايا دوك نعاود نخلي خبز الدار تاعي يخمر حوالي 10 دقائق خلاف ولا 7 دقائق حتى شويه ينتفخ يعني ويضاعف الحجم تاعو نوعا ما. ندخلو للفرن شاعل على اقصى درجه، يعني دائما المخبوزات قلت لكم تشعلوا لها الفرن على اقصى درجه. نشعلو من التحت، من بعد كي نشوفو حمار وكل شيء من التحت نطفيلو من التحت ونشعلو من الفوق ونخليه يحمر لي مليح كيما هكا. وهو سخون انايا دوك نعاود يعني نقلبو فوالا هكا باش ما يجينيش من بعد كيفاش نقولوا مندي من التحت ولا عرقان ولا سردان. بالطريقه هذه نقلبو نخليه دقيقه ولا ونعاود نقلبو عادي وخليه يبرد من الاحسن باش قدموه، ولا على الاقل دافي. انا هنايا دافي وقطعته هكا باش نهبط لا فيديو وتشوفوه كامل. المهم انايا دوكا نقسمو من الاحسن المخبوزات ديما روحو ولا قسموها من الاحسن بكوطوسي هذاك، يعني هذاك السكين اللي يكون مسنن هكا باش يعني يجيكم خبز الدار باين باللي راهو خفيف وكامل. باسكو علاه كون نقطعوا خبز الدار وهو سخون بزاف وكذلك بهذاك السكين العادي راح يبان لكم باللي معجن على الاطراف، ليش تالت هو مش معجن هكا. يعني النصيحه تاعي ولا السر اللي انا نديرو هذه يعني قاعده في المخبوزات، ولا اللي يخدموا بزاف المخبوزات على بالهم في هاد يعني لاستيوس. هاي ليكم شوفوا كيفاش يجي روعه. وصدقوني عبالكم كي تاكلوه ولا اللي ياكل واحد يحسبوا خبز درب السميد. روعه روعه روعه. جربوا هاد الوصفه وبارطاجيوها من كل عزيز وغالي عليكم. وان شاء الله هاد لا فيديو لقى حقو تبارطاجيو على اوسع نطاق هكا باش تشجعوني نزيد نجيب لكم وصفات سهله سريعه وبسيطه تحمر لك وجهك وكذلك تهنيك من التخمام. شوفوا كيفاش يجي. وش نقول لكم، وصلنا لنهايه الفيديو. نتلاقى في فيديو قادم باذن الله بوصفه جديده. فقط تقعدوا اوفياء راح يوصلكم كل جديد. ونقول لكم سلام.